جيتون. بكى مرة ثانية يلعبها مع مدافعه نوفاتوس محتفظ بالكرة. هذه أيضا رائعة، لا أقول بأنها الأفضل أو الأسوأ لكن هي متميزة. كرة بعيدة في القائمة الثاني وتغطية دفاعية من رايان ايت نوري. راحت ضربة مرمى. نعم أنا لا أقول بأنها هي الأفضل ولا الأجمل ولا الأروع ولكنها الأكثر تميزا، على الأقل هي مختلفة عن غيرها. القادري يلعبها بينية. البحث عن محيوس وكاد يرتكب الخطأ من هنالك من نوفاتوس. بدر الدين يدخل، بدر الدين والتوزيع على القائمة الثانية. اللي كان يلعب فيه نادي تولوز. كرة بعيدة تنزانية راحت سهلة. ضرب كرة البعيدة، البحث عن رايان ايت نوري يلحق عليها ريان، هايلة منه ولكن الحكم يصفر خطأ. تعرف إذا نقدر نقول عن الحكم بأنه فيه بعض الصافرات زايدة شوية. فارس شيبي الرابعة وأيمن محيوس الثانية. كرة بينية تسديدة يا فارس، تسديدة فارس شيبي عرضية زاحفة على يمين الحارس دافيد بينو. حله وهكذا كرة بينية قصيرة سريعة طبعا بين اللاعبين، خطوات عندما تكون عندنا الكرة. كرة لكيتون يبحث عن بوعناني، طبعا على الجهة اليمنى دخل بوعناني والكرة في الركنية لصالح المنتخب الجزائري بعد هذه التغطية من قبل. الماضي كان فنان فعلا، سوء حظه مثل الكثير من اللاعبين الفنانين انه جاء في زمن كان فيه عدد كبير جدا من الفنانين والمتميزين والمبدعين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حتى في بداية التسعينيات كان فيه جيل متميز. وما الظروف اللي كانت تعيشها الجزائر التي لم تسمح لذلك الجيل بهذه التركيبة. ممكن بعضهم لكن مش كلهم. رائعة من بوعناني ورائعة الراسية هنا. المحيوس هو اللي ضرب الكرة أم جيتون. هايلة بدر الدين بوعناني، تمريراته بالمليمتر كم كانت رائعة هنا، والرأسية مرت سلامات ببضعة. شوط للنسيان، نتمنى شوط ثاني أفضل. أعود والتقي بكم بعد حين. تفضلوا بالبقاء معنا، سلام. ثلاثي وسط الميدان، فارس شيبي مع بدر الدين بوعناني وأيمن محيوس رأس الحربة في الخط الأمامي. منتخب وسط الميدان تلعب ممتازة لقادري، البينية من قادري ومحيوس وقادري مع ثنائية خطيرة. التسديدة وزرقان ثم توغاي. تسديدة توغاي مش عارف من دخلت ولا من منذ انطلاقة الشوط الثاني. شيبي خطر يأتي من شيبي أو من بوعناني وإلا فلا. شيبي عرضية خطيرة. يا حمادي عبد الله، يا حمادي عبد الله. كرة مرت جانبية. خطر يأتي من فارس شيبي مرة ثانية. توغاي يعاني، توغاي فاتو الكرة صعبة. لا 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 لا. وين هذا يا كيبو؟ وين من هنا جيتون بوعناني يبحث عن المراوغة، يدخل هيدا. رائعة من بدر الدين، رائعة المراوغة الثنائية يعني امام زوج لاعبين، ثم التسديدة على طول في الزاوية اليمنى لمرمى بينو. مهاجم نادي نيس، نعاود نذكر 18 سنة، ولد صغير ينضم للمنتخب الجزائري. انطلاقة صعبة لصالح المنتخب التنزاني وتغطية دفاعية من هناك. كرة تمشي على الجهة اليمنى، البحث عن بوعناني خطيرة. رائعة من حماد عبد الله وفي وضع تسلل يشير لها الحكم من بوعناني اعتقد، وهذا حماد عبد الله في التسديدة الأخيرة. قادري شيبي ممتازة. كاد يفعلها. فرص الثلاثة التي أتيحت للمنتخب الجزائري كان وراءها عبد الله، واحدة في خروج رائع جدا. وتنزانيا تنتظر نهاية هذه المباراة لمعرفة مصيرها. ناحية رايان ايت نوري. ريان والدفاع بوداوي.
بين احضان الحارس بينو. هذه الكرة سنجلوس طبعا يلعب في يونيون سنجلوس. هنا خطأ صفر الحكم بعد هذا التدخل من زروقي. اوكي في عرقلة وفي خطأ ولكن يعني مش عرق. نعم سنتين. كرة في المخالفة تنزانية ملعوبة بشكل زروقي ضربها بالراس. كادي باغت مندرية هنا. كان سيكون هدف رائع من زروقي لو كان لامين عمورة. كرة مرفوعة من شيبي بعيدا الأمام توصل لرياض. رياض ضيعها وارتكب خطأ. الكرة هذه لريان عرضية هايلة من عمورة. هايلة من عمورة يرتكب خطأ هنا. اللعبة كانت رائعة بين سعيد بالرحمة وريان أيت نوري وبين ريان أيت نوري ومحمد لامين. تنزانية طبعا إذا انتهت النتيجة بالتعادل لا يا عمورة لا يا محمد لامين هو جا استفزك. انت وين رايح؟ انت رايح يا محمد؟ وين رايح يا لامين؟ وين رايح يا بني؟ اكتوبر المقبل. رياض محرز في اخر الكرات مع جيتون على الجهه اليمنى. جيتون محاوله للمراوغه. جيتون يرجع للخلف تماما في اتجاه عيسى مندي. عيسى غير تماما للشيبي. هنالك كبير بالنسبه له انه يدرب منتخب من حجم جنوب افريقيا بالنسبه لهذا العمروش اللي يبدو انه يقول بان الوقت انتهى والحكم في نهايه المطاف قال بان الوقت انتهى. تنزانيا ترافق المنتخبات ال16 التي تأهلت إلى حد الآن وتتأهل إلى نهائيات كأس أفريقيا ويتأهل الطاقم الفني الجزائري أيضا إلى النهائيات. الجزائر تتعثر وتتعادل أمام تنزانيا في الجولة السادسة